السلام عليكم ورحمة الله. ازيك يا وحش؟ ايه الاخبار؟ في البداية احب اقول لك كل سنة وانت طيب. بسبب دخولنا في شهر شعبان واقتراب شهر رمضان، ايام خلاص بسيطة بتفصلنا عنه. كل سنة وانت طيب، والامة الاسلامية يا رب كلها في خير وصحة وسعادة، وباذن الله ربنا سبحانه وتعالى يرزق اخواتنا الفرج والنصر القريب باذن الله. الحمد لله من امبارح والمزاج عالي العال من بعد النادي الاهلي ما اعلن عن صفقة اشرف بن شرقي، وقاعد دلوقتي بتفرج على ماتش الزمالك وبيراميدز. الزمالك مغلوب 3، فالمزاج عالي قوي. قلت ايه اطلع اعمل فيديو كده واتكلم معاك وندردش سوا شويه، لان في كام نقطه كده عايز اتكلم معاك فيهم. هنبدا الاول بتقديم صفقه اشرف بن شرقي، واللي بيشكر عليها فريق سوشيال ميديا النادي الاهلي انها رجعت تعلن عن الصفقات بالطريقه المعتاده اللي احنا كجماهير بنحبها، اللي هي طريقه التيك تاك والسرينه. هي السرينه سبحان الله بتبقى انذار عن مشاكل او كوارث لا قدر الله، لكن احنا بالنسبه لنا كاهلاويه بقت مصدر فرحه سبحان الله يعني. دي كانت الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه عايز اكلمك فيها، وهي الخبر اللي كلنا سمعناه امبارح، ان هو الاتحاد الافريقي قرر مد القيد الافريقي لحد اخر فبراير اللي هو 28، يعني معاك شهر تاني. لما دورت واتقصت واللي عرفته ان حته الشهر دي على قد ما هي مفرحه، على قد هي مش مفرحه برضه في نفس الوقت. ازاي؟ مفيش لعيب بيتأيد افريقيا الا لازم يتأيد محليا. يعني انت دلوقتي عشان تأيد لعيب في القائمه الافريقيه لازم اولا تأيده في القائمه المحليه. طيب انت عندك القيد المحلي هيقفل يوم 8، معنى كده ان انت ال 20 يوم اللي باقيين مش هتستفاد فيهم بحاجه، الا لو حصل ايه؟ ان الاتحاد المصري لكره القدم هو كمان مد القيد. اللي عرفته بقى في النقطه دي ايه؟ ان الاتحاد الدولي حاطط لك ايام انتقالات معينه طول السنه. انت حر، كل اتحاد يقسم على فترتين، شتاء وصيف، او 3 فترات زي ما هو عايز، انما في الاول في الاخر هم ليهم الانتقالات دي ليها ايام معينه. فانت دلوقتي لو حبيت علشان الاتحاد الافريقي زود شهر لمده القيد، الاتحاد المصري لو حب ان هو يمد المده دي هتيجي على فتره الميركاتو بتاع الصيف. يعني اي يوم هتزوده بعد يوم 8 ده هياكل من الفتره بتاعه الانتقالات الصيفيه. فلو المصري مد الايام دي هتبقى مصلحه ليك انت كنادي اهلي، ان انت بتشتغل على صفقاتك براحتك وبتجيب ناقصك، لانك في الصيف ما تضمنش ايه الظروف. هيبقى عندك خلاص استعداد لكاس العالم والوقت ضيق، وممكن ايه ساعتها يحصل فيه مغالاه في الاسعار او الكلام ده كله. هيبقى عارف ان انت رايح كاس العالم وهتخلص في اللاعب ده باي ثمن عشان محتاجه، فممكن في الصيف ما تعرفش تخلص كل احتياجاتك. فلو الاتحاد المصري مد هو كمان عن يوم 8 مثلا، يا عم 3 4 ايام، خلاها لحد 15/2، زود مثلا 5 6 ايام، ده هيخليك انت كنادي اهلي تخلص احتياجاتك ونواقصك قبل ما تخش فتره الصيف اللي ما تعرفش ساعتها هيبقى ايه ظروفها. فهي اختصارا للنقطه دي، الاتحاد الافريقي مزود شهر، لكن انت بالنسبه لك يوم 8 اخرك، لان انت مش هينفع تسجل لعيب في القائمه الافريقيه مش مسجل محليا. ففي الاول والاخر برضو انت معاك 8 ايام مش قليلين، برضو تقدر تخلص فيها برضو شويه صفقات مهمه بالنسبه لك. اخش بقى معاك في اخر نقطه، والنقطه المهمه برضو اللي هي بتشغلنا كجمهور النادي الاهلي، وهي نقطه علي معلول. طبعا انا واحد من الناس اتمنى علي معلول يتأيد، لكن في نفس الوقت مش حابب انه يتأيد. بمعنى كولر هو خلاص مش عايز علي معلول. هرجع معاك شويه لفتره لايام ما كان علي معلول لسه بيلعب، لما كان كولر دايما عمال يلاعب علي لاعب علي، لحد درجه في المؤتمرات الصحفيه كان اغلب الاسئله انت ليه ما بتريحش علي معلول، ما تديله فرصه انه يريح. كولر من الواضح انه كان بيخلص على علي معلول. هتقول لي يا بلال بتقول كده ليه؟ هقول لك. لو ترجع بالزمن معايا شويه لورا قبل اصابه علي معلول، لما كان بيلاعب علي الماتشات المهمه ومش المهمه، لدرجه قعدنا في فتره كان كل الاسئله في المؤتمرات الصحفيه انت ليه ما بتريحش علي معلول من المباراه، انت مثلا الدوري خلاص حسم، انت مش عارف ايه ما بتريحوش ليه؟ كان الرد بتاعه ان هو علي معلول ده لعيب مهم وده ترس واللي هو ما فيش غنى عنه والكلام ده كله. طيب انت بتقول ان علي معلول ما فيش غنى عنه، والراجل اتصاب ورجع لك تاني، مش عايز تأيده ليه؟ دي حاجه الاولى. طيب النقطه الثانيه اللي بتخليني حته ان هو جه في بالي حته ان هو بيخلص على علي، حته ايه؟ ان هو ساعتها علي كان فيه 3 معاه في نفس مركزه. يعني كان عندك 4 باك شمال، كان عندك علي معلول، عندك بعديه ايمن اشرف كان لسه موجود في الفرقه اللي هو اصلا مركزه باك شمال، اللي كان بيلعب مساك لكن اصلا مركزه كان باك شمال، وكان عندك محمود وحيد، وكان عندك كريم الدبيس اللي هو لسه موجود دلوقتي وانت معتمد عليه. فانت كان عندك 3 غير علي وما كنتش بتريح علي، ولحد ما علي وصلت بيه المرحله انه فعلا اجد واتصاب. علي يا عم اتصاب، وبعد كده انت بقى في الميركاتو الصيفي جبت وعوضت غيره، وجبت يحيى عطية الله ولاعيب مونديالي وزي الفل ودار واشتغل معاك وزي الفل. خدت بالك؟ يشاء السميع العليم على عودة علي معلول وجاهزيته المشاركة في المباريات. يحيى عطية الله بيتصاب، وبإصابته هتطول لدرجة ان انت هتخسره مدة لا تقل عن 3 شهور.
يعني دلوقتي كانت مشكلتك ان علي معلول كان ليه خلاص بقى ليه بديل كفء، طب ادي البديل الكفء اتصاب، وانت الفتره دي معتمد على كريم الدبيس اللي هو اصلا انت برضه ما كنتش بتلعبه، لولا ان الولد جاله عرض وماشي وخلاص وبتاع، حلي في عينيك ولعبته والولد اثبت كفاءه، في حين هو كان معاك زي ما بقول لك من الاول من ايام ما كان علي بيلعب، وما كنتش بتريح علي وتلعب كريم الدبيس. فدلوقتي انت عندك البديل اللي انت جبته يحيى عطيه الله اتصاب، ومعتمد على كريم الدبيس انت في البدايه ما كنتش مقتنع بيه، وعندك علي معلول جاهز وسليم، فانت مش عايز تأيده ليه؟ النقطة بقى المهمة بالنسبة لي اللي أنا بقول لك مش عايز علي يتأيد ويتسجل دلوقتي مع كولر ليه؟ أنا من وجهة نظري إحنا كلنا كجماهير النادي الأهلي بالإدارة بالدنيا كلها مقتنعين إن علي معلول الفينش بتاعه مع النادي الأهلي القصة ما تبقاش قفلتها كده. علشان علي وغير علي. عشان بعد كده أي لعيب عندك في الفريق لما يجي يبص إنك في الآخر بعد كل الإنجازات دي والتضحيات علي معلول ما كان بيجي له عقود كبيرة زي ما كان بيجي للشناوي. الراجل كان رافض وكان بيكمل معانا، فاي لاعب بعد كده لما يبص ان انا في الاخر بعد التضحيات والكلام ده هيتعمل فيها كده، لا هتبقى ايه شكلها مش حلو. فانت علي معلول لازم يبقى الفينش بتاعه في النادي الاهلي بالطريقه اللي ترضي علي وترضينا احنا كجماهير وترضي اداره وترضي الناس كلها. فدلوقتي انت بتمر بموقف مهم وهو حته ايه؟ ان كولر لا كولر عايز علي وعلي عارف ان كولر مش عايزه. فانت لو ايدت علي كده القصه ما خلصتش. اللي انا خايف منه بقى ايه؟ حته كولر يعمل حاجه من الاثنين. طيب انت اخبرتني ان انا ايد اللاعب ده واللاعب ده مش عايزه، خلاص مش هلعبه، يا هقعده دكه يا خليه بره القايمه خالص. فيبقى انت قفلت مشكله عشان تفتح في مشكله ثانيه اكبر، ان هو هيخلي علي يا احتياطي، وطبعا علي مش هيقبل بالكلام ده، يخلي علي يا احتياطي يا بره القايمه خالص. وانت عارف كولر لما بيزهق لعيب بيعمل فيه ايه؟ عندك احسن مثال كان ايمن اشرف، وعندك كريستو، وعندك القندوسي، وعندك عبد القادر، وعندك ديانج. فلما بيحب يزهق لعيب ويكرهه في عيشته، انت عارف كولر استاذ في الحته دي. فلو خلى علي معلول دكه او خلاه بره القايمه ما انت خلاص بتقول له ايده والمشاركه دي براحتك انت. فهو لو خلاه بره القايمه ولا دكه يبقى انت كده ما حلتش القصه. او لا قدر الله يلعبها بصياعه، عارف ان ده لعيب جاي من اصابه يدوس عليه يلعبوا شويه ماتشات متتاليه يضغط عليه مش عارف ايه، لا قدر الله الاصابه تتجدد ولا يحصل حاجه لعلي ويقول لك اديك انت ايه كده ايه خسرتني مكان اجنبي. فحته تأييد علي معلول مع كولر بالذات فيها ريسك كبير اذا لعب علي او ما لعبش علي. ده غير ان الاثنين النفوس خلاص شايله من بعض، ده عارف ان ده مش عايزني وده اصلا مش عايز ده. فهو الاحسن ايه؟ انت تجدد علي معلول سنتين ثلاثه زي ما علي عايز. تشوف علي عايز ايه، شوف علي عنده استعداد يدي قد ايه في الكوره، موسمين ثلاثه زي ما انت عايز يا عم الحاج، تعمل له عقد جديد وتطلعه اعاره الست شهور اللي باقيين دول. كده كده بنسبه كبيره كولر اخره معاك كاس العالم ده اذا ما مشيش قبل كده. هتقول لي طب ما عشان يجي معانا كاس العالم، اقول لك مفيش مشكله لان القائمه بتاعت كاس العالم هتبقى مفتوحه مش 5 اجانب بس، وده غير اصلا هيبقى في ماركاتو لكاس العالم لوحده. فدلوقتي الاحسن من وجهه نظري الشخصيه ان علي معلول يطلع اي نادي ضغط مباراته اقل، يلعب يجيب مستواه يسترد ثقته في نفسه واحنا نشوفه وهو يشوف نفسه، يشوف هو هيقدر يدي تاني لحد امتى. لكن التوقيت ده خطر جدا. لكن لا قدر الله في الفتره دي كولر داس عليه في الماتشات، لا قدر الله حصل له اصابه ولا حاجه، هيطلع بقى يقعد يقول لك انت بقى خسرتني لعيب اجنبي، ولو حصل خسر بطوله ولا حاجه يقول لك الاداره السبب هي اللي فرضت عليا ومش فرضت عليا، او لا قدر الله يعمل الحركه الثانيه الاسوء لازم بقول لك يزهق علي يقعده دكه او بره السكور شيت خالص. فهيبقى حوارات. طب لازمتها ايه؟ انت دلوقتي مدير وموظف مش طايقين بعض، الحل ان انت تفصلهم، ده يروح مكان وده يروح مكان. فعموما هنشوف القصه دي يخلص فيها ايه، بالذات لما فتره القيد اتمدت، اكيد دي هتخلي برضو الامور رايحه جايه وهنشوف الامور هترسى عليه في الاخر. لكن برضو في النهايه الواحد بيحب يشكر اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، ان هو احنا كلنا كان ثقتنا في كابتن الخطيب، عارفين احنا الواحد هو ما كانش بيهاجم قد ما هو ما كانش حابب يشوف الفرقه كده، كان زعلان وهو شايف مستوى الفرقه كده وشايف الفرقه عماله تفضل. اشكرك يا كابتن الخطيب، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب ويديك الصحه وطول العمر، ان انت طلعت عند ثقتنا وحسن ظننا فيك. فباذن الله القادم افضل للنادي الاهلي باذن الله، وان شاء الله فتره وعدت والفتره الجايه نفوق ونرجع لمستوانا اذا كان على مستوى الدوري او بطوله افريقيا، ونعمل احسن استعداد باذن الله لكاس العالم ان شاء الله في امريكا اللي جايه. اشوفك على خير يا وحش، وكل سنه وانت طيب مره ثانيه، وباذن الله الايام الجايه كلها باذن الله تبقى كلها خير وفرحه وسعاده. السلام عليكم.